السلام عليكم جميعا، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. حبيت بس اقول لكم ان يعني هنودع سنة 2017، وانا قلت ايه اعمل حاجة حلوة اودعها بيها بصراحة، عشان يمكن السنة الجاية نبدأها برضو، يعني نختمها بحاجة حلوة ونبدأها بحاجة حلوة. انا عملت كيكة الاناناس، هحط لكم الرابط بتاعها. انا دي ما بيحبوها عندي قوي في البيت. انا كنت عملتها قبل كده فما صورتهاش، هحط لكم الرابط بتاع الفيديو اللي عايز يعملها. وعايزه اودع 2017، بس الاول هقول لكم كل سنه وانتم طيبين. يا رب 2018 دي تبقى حلوه. 2017 دي بالنسبه لي يعني انا كانت سيئه جدا جدا جدا، يعني تعبت فيها جدا جدا. وكمان بنتي كمان تعبت فيها جدا جدا، وكمان مشاكل على المستوى الاسري. يعني كانت، لا يعني كانت صعبة، وكانت مشاحنات، وكانت يعني وحشة جدا جدا. فيا رب 2018 يعوض عليا ويعوض عليكم، ويجبر بخاطر كل حد كان، يعني يجبر بخاطر كل حد كان اتكسر في 2017 دي، وكانت كلها مشاكل عنده. والواحد لازم يصبر ولازم يبقى قوي على فكرة، لان هي الحياة كده، لازم الواحد يبقى قوي، ولازم الواحد يتحمل، ولازم الواحد، اي انسان في الدنيا، مش عشان الامهات بس اللي عندهم مسؤولية اطفال او كده، اي انسان في الدنيا لازم يحط اهداف قدامه، ويحاول ان هو يحققها في السنة الجديدة. ما تخلوش السنين تجري كده من غير ما يكون في هدف، وانت حققته هدف، سواء على مستوى نجاح في الشغل، او هدف كان نفسك تحققه هدف دراسة. ولكل ست متجوزة بقى، كبري دماغك من جوزك ومن المشاكل. واقول لك ايه، لانه هو شخص تاني، وليه طبع تاني، وليه حاجات تانية. فلكل ست متجوزة وعندها اولاد، اولادها هم اهم، وبيتها هو اهم. فتكبر دماغها، تحاول يعني تكبر دماغها وتفرح نفسها بأي حاجة يعني، بأكلة حلوة، بخروجة حلوة مع أولادها، يعني ما تحطش كل تركيزها على جوزها يعني. وإن شاء الله تبقى سنة حلوة وجميلة علينا كلنا يا رب، ويعوض علينا فيها. وكل سنة وانتم طيبين، والعالم كله يبقى كويس، ويعني نتفرج على نشرة الأخبار كده، نسمع أخبار إن شاء الله تبقى فيها سلام بقى، وفيها حب، وما يبقاش اللي احنا بنسمعه ده كل شوية. وإن شاء الله نبقى مع بعض السنة الجاية في فيديوهات جديدة، في أحلى وصفة مع منى. مع السلامة، في حفظ الله، وكل سنة وانتم طيبين.